قناة طيور تيفي، قناة المربي بامتياز. فإذا كنت أخي المشاهد من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ولا تنسى دعم المقطع بلايك. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة طيور تيفي. وموضوع حلقتنا اليوم هو عبارة عن روبورتاج من مفقس بركة الزهراء الحديث في الديوانية بدولة العراق. الغرض من هذه الحلقة هو تقديم ورقة تعريفية عن هذا المفقس والدور الذي يقوم به في سبيل النهوض بالقطاع الداجني. نترككم مع هذه المقاطع والتي نتمنى أن تروق إعجابكم. هذه الحاضنة تحتوي على 12 عربانة. كمية البيض الموجود بها 57600 بيضة. درجة الحرارة والرطوبة مثل ما موضحها عندنا بالجدول هذا 99 و7/10 و87 الرطوبة. نوع البيض هذا بلجيكي. هسه العمر مالته عمره 13 يوم. هاي البيضة عمرها 13 يوم مثل ما تشوفون. التقليب اوتوماتيك، الماكينة كلها اوتوماتيك. هذا قسم الحاضنات. هذه الفقاسات تحول من الحاضنات الفقاسات بعمر 18 يوم. وراح اراويكم هسه وجبة باشر. هذه شلون شوف الصيصان افتح لك. هذه بعد لها حوالي 4 إلى 5 ساعات يكتمل هذه الفقسة وتصبح جاهزة للتجهيز. عملية إدخال البيض. هذا البيض أوروبي روز 308 بلجيكي. كل المصادر أكثر المصادر مال البيض أوروبية من المنشأ، يعني شركات بيض بلجيكي ألماني بلغاري هولندي. تتم هذه العملية وشق البيض وإدخاله إلى الحاضنات. ويعتبر هذا اليوم إدخال البيض هو اليوم 0 بالنسبة للبيض. يعني عمره 0. يبدأ حسابه من عمر التشغيل بعد اكتساب درجة الحرارة المراد تشغيل عليها. هذه العربة تحتوي على 4800 بيضة. عملية عد واحتساب الأسواق وفرز المعوض والغير معوض. شلون سيد اخبارك؟ الله يسلمك دكتور بالعافيه. شنو
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.